السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير. انا اسفة جدا، ما بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات، لان طبعا القناة سادة نفسي خالص خالص. حتى من سوء البخت وسوء الحظ ان انا مصورة، حطيت التليفون عشان اصور عجين القرص من الاول ومقاديره وحاجته، ولقيت الفيديو اصلا ما كانش بيصور. وقدر الله ما شاء فعل. دي طبعا قرص طرية باللبن الرايب، انا عاملة 2 كيلو من الدقيق، حطيت عليهم كيلو حليب رايب. انا جبت كيلو الحليب وروبته، وقطعة خميرة ومعلقتين سكر ونص معلقة صغيرة من الملح وسمسم والحشو عجوة. وحطيت على الاتنين كيلو دقيق 3 مجات من السمنة. سيحت السمنة كده وحطيت 3 مجات على العجينة. طبعا جبت الدقيق ونخلته، وحطيت عليه كيس بيكنج باودر. وطبعا انا مدوبة حتة الخميرة مع السكر، نزلت بيها هي واللبن الرايب، وبعدين نزلت بالسمنة. 3 مجات من السمنة كنت مسيحاهم، سمنة بلدي مسيحاهم أو سمنة صناعي، كله بيمشي زي ما تحب بالظبط، والحاجة المتوفرة عندي. وعجنت القرص، وكان عندي طبعا عجوة عملتها بالسمسم والسمنة كده، وحشيت بيها القرص وسويتها في الفرن زي ما انتم شايفين في البوتاجاز. حط على الصاجة من تحت، ومولعة فوق وتحت وموطية من فوق علشان تستوي، يبقى تتحمر من فوق ومن تحت مع بعض. وزي ما انتم شايفين القرص جميلة جدا وطرية وحلوة. طبعا أول ما بتطلع سخنة كده أنا بعين كيسين 3 في الفريزر، تيجي تجيبيها تبقى طرية.